السلام عليكم. اليوم غادي نحضر وصفه من الوصفات المغربيه التقليديه العريقه الشباكيه. غادي نحضروها بطريقه اللي سهله بزاف ومبسطه وبدون تشباك. كتجي غزاله البنات، كتجي الشكل ديالها بحال شي وريضه وكتجي شاربه العسل وكتجي مقومه على حقها وطريقها. خليكم معايا في هذا الفيديو ومرحبا بكم في قناه شهوة منية. على بركه الله نبداو الوصفه. هنا غادي ناخد عندي قياس 1 الكيلو ديال الطحين. ضروري انني كندوزو في الغربال، كنخدموا بالطحين النوعيه الجيده. عندي هنا 250 غرام ديال الزنجلان، خديته غسلته وحمرته حتى كيولي اللون ديالو مذهب. كناخذو وكنطحنو حتى هو كندوزو في هذا الغربال. كنتو طاحنين الزنجلان مزيان فما يحتاج انكم تدوزوه في الغربال. انا طحناه مزيان ولكن غير بغيت ندوزو. عندي قياس 250 غرام ديال اللوز اللي خديته ومغسول مزيان ومفسخ ومنشف مزيان، خديته وطحنته. عندي هنايا واحد المعلقه كبيره فيها النافع وغادي ندير حبه حلاوه. وعندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال القرفه. النافع وحبه حلاوه ضروري كندفيوهم في المقله، عاد كنطحنوهم باش يلاه كنحيدوا ديك الرطوبه وكنخرجوا ديك الرائحه اللي كتكون فيهم باش يلاه كيجيونا هما هادوك. كنضيف عندي خميره الحلويات قياس 7 غرام، وكنضيف عندي شويه ديال الملحه. ضروري ديك الملحه ما كنساوهاش. صافي هنا كنت ضفت عندي غادي ندير عندي هنايا الزبده مذوبه مع الزيت. غادي نخلي لكم جميع المكونات بالغرام مضبوطه في صندوق الوصف ان شاء الله. صافي هنايا كنضيف عندي قياس 2 معلقات ديال الماء ديال الزهر. وعندي هنايا الزعفران شعره، ما عنديش كميه كثيره ديال الزعفران، يعني داكشي اللي توفر عندي درته. مهم نتوما ديروا القياس اللي عندكم، يعني المفروض انني ندير كميه اكثر ولكن ما لقيتوش، والمحل اللي كنتقدم من عنده مازال ما جابها. صافي غادي نبدا كنعجن عندي بالماء، والماء درت معاه قياس 3 ديال المعالق كبار ديال الخل. ضروري الخل البنات باش كتجي شباكيه هشيشه ما كتجيناش قاصحه. خديت عندي داك العجينه وضعتها على سطح العمل. صافي غير كنجمعها، انا هنا راه مدلكتها ما حتى شي حاجه، غير كنجمع عندي العجينه وكنبقى كنضيف عندي الكميه ديال الماء اللي كنت خلطتها مع الخل. كنبقى كنضيف تدريجيا حتى كنحصل على واحد العجينه اللي ما خاصش تكون عندي قاصحه وما خاصهاش تكون مرخوفه بزاف، باش يلاه تجيكم في التشكيل ديالها هي هذيك وما تكونش ما كتشكلش. بالنسبه للعجينه صافي هنايا بعد ما خليتها كترتاح مزيان غادي ناخذها وغادي نخرج منها الكويرات. البنات الشباكيه باش ما تغلبكمش وما تبقاوش واقفين نهار كامل. نهار كندير فيه العسل هو نفس النهار اللي كنخدم فيه العجينه ديال الشباكيه، ما كنخدمهاش في نفس النهار اللي كندير البنات العسل، لانه خاصني ضروري العسل كنحضروه واحد الليله قبل. والنهار الثاني اللي غادي نخدم فيه العجينه ديال الشباكيه باش غادي نخدمها ونخليها كتنشف، يعني الوقت اللي كنشبكوها هذاك النهار صافي يعني ما كتكونش فيه بزاف ديال الخدمه، لانه العسل ما كياخذش لينا بزاف ديال الوقت والتشباك هو اللي كياخذ الوقت وهو اللي كيشد اليد. يعني كنديروا هادشي في نهار واحد وكترتاح مولات الدار، كتخلي ديك الشباكيه كتنشف واحد الليله كامله، والغد ليه كيبقى عندكم غير القلي وانكم توضعوها تطفيوها في العسل. هكذا كتقسموا الشغل ديالكم باش ما كتعياوش. خديت عندي داك العجينه قطعتها او شكلت منها كويرات على هذا الشكل هذا، وكنغطيها بالبلاستيك الغذائي باش ما كيضربهاش البرد وكتنشف لينا. انا عندي شرجم كبير هنا في الكوزينه فكنغطيها. هنا غادي ناخذ عندي الكويره الاولى كنطلقها بهذا الشكل هذا. طريقه سهله بزاف، انا خدمتها بدون ماكينه بدون اله. هانتوما غتشوفوا معايا راه سهله بزاف وما كتخلاش. غير ننظموا الوقت ديالنا باش ما نعياوش، لانه راه فعلا هي راه فيها الخدمه وفيها الوقوف، يعني ما نكذبوش ونقولوا لا راه ساهله فراه مشيت عين. هادشي ما كاينش. اي حاجه كنديروها راه كتاخذ منا الجهد وكتاخذ منا الوقت. صافي غادي نطلق عندي العجينه على هذا الشكل هذا، ولكن خاصنا نطلقوها رقيقه وعاود ما تكونش عاود رقيقه بزاف. الوقت اللي غادي نشكلوها غتبدا تقطع علينا العجينه، لا يعني داكشي هي القياس. صافي غادي نطلقها مزيان. ممكن البنات انكم ديروا واحد الرشه ديال الطحين غير ما تكثروش. شوفوا معايا الطريقه ديال الطي كيفاش كنطويها غير بهذا الشكل هذا البنات، بدون تعقيدات بدون اي حاجه اننا نصعبوها على راسنا. صافي هنايا شوفوا معايا اي قطعه كنشكلها انني كنوضعها في واحد البلاستيك على هذا الشكل هذا وكنخليها كترتاح
وهنايا كناخد عندي العجين وكنمدو. شوفوا هنايا راه شي الطحين باش تشوفوا ملي كنرش الطحين راه ما تيوقع العجينه حتى شي حاجه، غير ما نكتروش واحد الكميه كثيره ديال الطحين، يعني واحد الرشه خفيفه صافي. وكنطويها بهذا الشكل هذا وغادي نوضعها كترتاح، وغادي نخدم الكميه كامله اللي عندي. ضروري كنغطيو عليهم البنات باش ما تنشفش لينا العجينه. صافي غادي ناخذ عندي هنايا اول قطعه خدمتها لان غادا تكون اترخفات وارتاحت، هي باش غادي نبدا. والكميه الثانيه غادي نغطي عليها ونحطها على جنب. صافي على بركه الله. كيف مشتوا معايا كنبدا كنطلق عندي في العجينه. سطح العمل بطبيعه الحال راه نقي ومعقم، يعني كنخدموا على راحتنا. صافي كنطلقها على هذا الشكل هذا، غير نطلقوها البنات ما نخليوهاش غليظه عاود، يعني الطليق يكون سخاوه، نطلقوا ايدينا شويه. صافي في الاول كنبدا كنعطيها الطول البنات على هذا الشكل هذا، من بعد عاد كنعطيوها شويه ديال العرض. شوفوا معايا داك الرشيشه ديال الطحين راه ما كتبقاش باينه نهائيا. صافي هنا خديت عندي هاد الجراره، انا خدمت بهذه، ما كاين ما احسن من الجراره ديال المغرب البنات، رائعه وعمليه وكتخرج لك داك الرسمه ديال الزيكزاك. هادو راه ما مهم، انا هذه جاتني ما كتعطيش داك النقشه زوينه، ما كتعطيهاش. شفتوا معايا حيت عندي داك العجينه اللي في الجوانب قاديتها وخديت المسطره باش انني البنات كنقطع العجينه بشكل طولي كتجيني مقاده، لانه صعيب باش انني نقطعها بدون مسطره، فما غاديش يجيوني دوك الاشرطه متساوين. المهم كناخد عندي كل 5 ديال الاشرطه كنحطهم فوق بعضياتهم، كناخد واحد الموس وكنبدا كنقطع عندي في العجينه على هذا الشكل هذا. عيني ميزاني، بغيتو نتوما تاخذوا القياس خذوا شي حاجه شدوا بها القياس باش يجوكم متساويين. المهم انا هنا خدمت عيني ميزاني وجاوني هما هادوك. كناخد عندي داك الاشرطه، كنبدا كنضغط عليهم من الجوانب. هانتوما شوفوا معايا بعد ما كناخد دوك الاشرطه كنضغط عليهم بالايد مزيان باش ما كيفلتش ليا شي شريط وما كيكونش مزير مع العجينه كامله. كنضغط عليه مزيان حتى كيلصقوا، وكنبدا كنوسع عندي في دوك الاشرطه باش كنحصل على هذا الشكل هذا. هذه كتجي بحال شي وريضه وساهله البنات، ساهله ماهله. اللي ما عندهاش مع التشباك وما كيصدقش ليها وما كتشوف ان التشباك راه صعيب، راه ساهله ماهله. هاد الطريقه خصي حضريها بعينك مغمضين. هانتوما هنا درت معكم وحده ثانيه باش تشوفوا كيفاش كنقادها. وضروري كتوسعوا دوك الاشرطه. شوفوا معايا هنا راه اوضح. كنحاول انني كناخذ دوك الاشرطه وكنوضعهم غير كنحاول انني كنوسعهم فقط بالاصبع ديالي، وغادي نستمر حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. وضعتهم في الصينيه وغادي نخليهم واحد الليله كامله حتى كتنشف عندي هاد العجينه ديال التشباكيه مزيان مزيان باش كنقليوها وحنا مرتاحين، ما كتحلينا في مقله ما حتى شي حاجه. ضروري غادي نخليها ليله كامله ومنها كنرتاحوا. هنا البنات العسل ديال الشباكيه كنحضروا فقط بسنيده بطريقه ناجحه بعينكم مغمضين، ما يحجر ما توقع ليه حتى شي حاجه. بالنسبه للطريقه ديال العسل غادي تلقاوها في الفيديو ديال البريوات بعقده اللوز. هذا العسل الثقيل ديال الشباكيه، داكشي اللي بغي الخاطر ديالكم. المهم هنا عندي بعد ما حضرت العسل حضرت العجينه ديال الشباكيه. ثاني يوم غادي ناخذها وغادي نقليها. عندي هنايا هاد الطنجره ودرت فيها واحد الكميه ديال الزيت، خليت الزيت حتى سخنات وكنبدا كنزل عندي دوك الحبات ديال العجين حتى شي وحده ما تحلات ليا البنات، كاملين جاوني مزيرين مزيان وجاوني هما هذوك، ولا وحده تحلات مع السخونيه او لا. غير زيروهم نتوما ما تخافوش من هاد الطريقه. صافي وكنبدا هنايا ما كنغفلوش اليوم البنات، ضروري كتبقاو كتقلبوا في هاد الشباكيه باش يلاه كتجي هي هذيك وما تجيكمش محمره بزاف. صافي هنايا قبل ما كنقليو راه حنا كنحطوا العسل في واحد الانيه باش كنخدموا على راحتنا، ما كنبقاوش غاديين جايين، لانه خاصنا نبقاو مقابلين ديك الشباكيه باش ما تجيناش محمره بزاف. خاص غير الذهب اللون ديالها والطيب، لانها غادي تطفى في العسل، وباش يجي اللون ديالها زوين ما تجيش عاوتاني اللون ديالها غامق بزاف بزاف. صافي هنايا كناخذ عندي ديك الشباكيه بعد ما كتحمر وكتولي مذهبه على هذا الشكل هذا. كناخذ عندي الورق النشاف الخاص بالمطبخ،
كنشف هاد الشباكيه من داك الفائض ديال الزيت، عاد كنطفيها في العسل. يعني طريقه جدا سهله البنات ومبسطه. كنتمنى ان هاد الطريقه تنال الاعجاب ديالكم. البنات اللي ما كتصدقش ليهم التشبيكه، جربوا هاد التشبيكه ديال الورده وقبلوا عليها، راه كتجي زوينه. راه المذاق البنات راه ديالها كيجي زوين بزاف بزاف. صافي حيدت عندي داك القليه الاولى وكنوضع عندي الكميه الثانيه وغادي نستمر بنفس الطريقه. شوفوا معايا، يعني غير كنحيد هذيك الكميه الاولى كنوضع عندي الثانيه. بين ما حطيناها الكميه الاولى في العسل وحركناها مزيان مزيان، وحنا كنخدموا بهذه الطريقه حتى كنكملوا الكميه كامله اللي عندنا. كيف ما قلت لكم البنات، غير نظموا الوقت ديالكم لانه التنظيم راه كيلعب دور كبير بزاف بزاف. صافي هنايا ضروري كناخذوا ديك الشباكيه وكنطفيوها في العسل، ما كنخليوهاش حتى تبرد، لا وهي سخونه. بالنسبه للعسل كيكون هو ثقيل، ولكن انا دفيته غير شويه، ماشي بزاف، ماشي حتى ولا خفيف، الا غير شويه كندفيه صافي. وكنوضع فيه ديك الشباكيه وبنفس الطريقه غادي نستمر حتى نكمل الكميه كامله. وهنايا بعد ما كملت عندي هاد الشباكيه كنوضعها في واحد الانيه اللي كتكون هكذا متيسعه وكنخليها واحد ليله كامله. انا خليتها يومين البنات وهي كتشرب هاد العسل هذا باش يلاه كتجي هي هذيك وكتبقى لينا واحد المده اللي هي طويله. صافي بعد ما كنشوفوها انها تشربات داك العسل مزيان مزيان كناخذوها. بعد ما كنصفيوها من داك العسل عاد كنرش عليها الزنجلان. ما نرشوش الزنجلان وهي في العسل باش كنبقاو داك العسل كنحضروا به شحال من حاجه باش ما كيمشيش ليه داك الزنجلان. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد الشباكيه. جربوها البنات، المذاق رائع بزاف بزاف، معلكه غزاله البنات. حضروها بعينيكم مغمضين. جميع المكونات غادي نخليها لكم مضبوطه في صندوق الوصف. الى عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك، التعليق، الدعم ديالكم. شاركوا هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، والى فيديو قادم. بسلام عليكم.